أهلا وسهلا بكم، صباح الفل والجمال. فرجاني ساسي والمستحقات المتأخرة وتعاقده هو ومصطفى محمد مع نادي الأهلي. يا جماعة احنا في مصر بنتعامل مع الملفات كتير بالعاطفة، وأهم ملف بالنسبة للعيب ما يكونش لف عاطفة. نتعامل معاه بهدوء، وفي النهاية فرجاني لعيب محترف. ركزوا معايا، فرجاني لعيب محترف، لاعب قادم ما إلى نادي الزمالك، جاي من تونس، لعيب دولي، لعيب عنده امكانيات فنيه عاليه. استفاد منها نادي الزمالك، وفي نفس الوقت هو استفاد من شعبيته نادي الزمالك العريقه. فالموضوع له علاقه بصيغه التعاقد. حضرتك عايز كذا، احنا هنتفق على كذا، ومستحقاتك الماليه هتاخدها بالشكل الفلاني. فعشان الناس تبقى فاهمة الموضوع كله، وميبقاش فيه اكتر من كده ولا ابعد من كده. فكرة انك هتديني مستحقاتي لان ده طبيعي، عشان انا اكل عيش، عشان هي دي شغلانتي ان انا العب وانت تديني فلوس، وعشان انت تديني مقدم التعاقد بتاعي، وعشان انا في النهاية شغلتي الاولى والاخيرة هي كرة القدم. فرق ده ما بين فكرة الكورة وفكرة الحب. يعني انا هجيب لك مثلا المكان اللي بشتغل فيه، بحبه جدا، بحبه جدا جدا، بس في النهاية يعني مع حبي وتقديري للمكان، لو غايب عليا شهر اتنين تلاتة استحملهم، الرابع هستحملهم، الخامس هعديها، لكن السادس هبتدي هتكلم وهقول لا. اهم حاجة عند لاعب كرة القدم الفلوس. فرجاني ساسي بيتكلم لانه ما عندوش، يعني هو خلاص لاعب كرة، اديله فلوس. اصلك يعني فرجاني الساسي ده لاعب جايبه من تونس، مش ابن النادي عشان يصبر على النادي وكده. الموضوع ده عايزين نفرقه يا جماعة من بعض. مش انت بتحب، بحب وصبرت كتير. مش بتحب النادي، بحب النادي وصبرت كتير على النادي. خلاص كمل. طب يا فرجاني، هتحضر التدريب وهتحضر وتاخد فلوس؟ اه هحضر واخد فلوس. هل وارد تحصل في الامور امور عند اللاعب؟ طيب اقول لك انا بحكم الخبرة وبحكم اللاعب ومفاوضات ما الى ذلك ومستحقات اخيره، وارد كل حاجه. افتح كل دماغ، يعني هتلاقي كل حاجه صح. طيب، في متغيرات اسرع مما تتخيل، لكن المشهد انا نقلت لكم زي ما حصل. ممكن يكون في حاجه تانية هنتكلم فيها. طيب نروح لمشهد مصطفى محمد. قلت لكم ان مصطفى محمد بالاحتراف. مصطفى محمد، وده الخبر اللي هكلمكم فيه النهارده، يعني يمكن للمره الخامسه او السادسه في البرنامج ده. محمد متمسك بالبقاء في نادي الزمالك، لكن مقابل التجديد بمبلغ كبير برضو. مصطفى محمد تمسكه بالبقاء داخل نادي الزمالك، وبس هو مصمم على الاحتراف. مصمم على الاحتراف في حين انكم مش هتدفعوا له المبلغ اللي طالبه في نادي الزمالك. طب ايه القصه بتاعت مصطفى محمد؟ مصطفى من الاخر بقاله 4 ايام او 5 ايام بيحاول ان هو ما ينزلش التدريب، وبيحاول مع الوكيل بتاعه ان يجتمع مع نادي الزمالك عشان الجديد جه، عنده عرض جديد من سانت تيان. فحوار لحد دلوقتي ما حدش عارف يوصل له بالطريقة اللي هي الصح. كله عارف ان مصطفى محمد هيرحل، لان الزمالك مش مجدد له المبلغ اللي هو طالبه. وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش اعملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.